هل جربت يوما أن تصرخ بصمت؟ أن تتحدث كثيرا ولكن لا يصل صوتك؟ أن تعيش وسط الزحام ولكنك تشعر وكأنك الوحيد في العالم؟ ذلك الإحساس المؤلم بأنك تايه بين ناس من المفترض أنهم الأقرب إليك، ولكنهم لا يرونك، لا يسمعونك، ولا حتى يشعرون بك. كأنك شبح يتجول وسط بشر. الشعور بالضياع وسط الأقرباء قد يكون أقسى ما يمر به الإنسان، ليس الجوع أو الفقر أو المرض، بل أن يفقد الانتماء، أن يشعر بأنه لا ينتمي لأي مكان، لأي علاقة، لأي دائرة اجتماعية. أن يكون داخل محيط ممتلئ بالناس ولكن دون أن يربطه بهم شيء حقيقي. أن تكون بين أصدقائك ولكنك تشعر وكأنك مجرد ديكور في خلفية المشهد. أن تكون في عملك ولكن لا أحد يلاحظ اجتهادك ولا تعبك، وكأنك تعمل في فراغ. هذا الإحساس ليس وليد لحظة، بل يتراكم بصمت حتى ينفجر. من أين يبدأ الضياع؟ الضياع لا يأتي فجأة، بل يبدأ بنقطة صغيرة: تجاهل، نظرة باردة، تعليق جارح، صمت حين كنت بحاجة لصوت. ثم تتراكم تلك المواقف وكأنها حجارة تبنى بها جدران العزلة حول قلبك. شيئا فشيئا تتوقف عن الكلام، لا لأنك لا تملك ما تقوله، بل لأنك أدركت أن لا أحد ينوي الاستماع. وهنا تبدأ المرحلة الأصعب: تفقد ثقتك في من حولك، ثم تفقد ثقتك في نفسك. ما يجعل الأمر مؤلما بحق هو أنك لا تتحدث عن غرباء، بل عن أقرب الناس إليك، وأنك تصطدم بحقيقة أنهم لا يرونك، أو ربما يرونك ولكن لا يهمهم ما يرونه. وهنا يتسلل إلى قلبك سؤال خبيث: هل أنا فعلا غير مهم؟ هل أنا غير مرئي؟ وتبدأ رحلتك في البحث عن نفسك، ولكنك لا تجدها، لأنك طوال الوقت كنت تقيس قيمتك من خلال عيون الآخرين، وها هم قد أداروا وجوههم. الصمت الثقيل حين يصبح الكلام بلا جدوى. هناك نوع من الألم لا يبكى عليه ولا يحكى، فقط يكتم في صدرك كالحجارة. تحاول أن تتحدث ولكن الكلمات تخونك، تحاول أن تشرح ولكنهم لا يفهمون، فتقرر الصمت، ليس لأنك بخير بل لأنك تعبت من التوضيح. هذا الصمت لا يقدر من يراه بل يساء فهمه. يعتقدون أنك أصبحت بخير أو أنك تجاوزت، ولكنك فقط انسحبت وتنازلت عن حقك في أن تفهم بعدما أيقنت أنه لا فائدة. ما بين الوحدة والعزلة. في تلك اللحظات يبدأ التمزق الداخلي، فأنت لست وحيدا فعليا، هناك من حولك أناس ولكنك منعزل عنهم نفسيا. تتواجد معهم بجسدك فقط، أما قلبك وروحك فقد قرر الانسحاب. وهنا تكمن الخطورة، لأن العزلة النفسية قد تقود إلى الاكتئاب، وقد تنتهي بانعدام الإحساس بالحياة، أو ما يسمى بالخدر العاطفي، حين تفقد القدرة على الفرح أو الحزن، وتصبح مجرد آلة تؤدي مهامها اليومية دون طعم أو لون أو روح. هل المشكلة فيك أم فيهم؟ غالبا ما تبدأ بلوم نفسك: يمكن أنا اللي اتغيرت، يمكن أنا اللي مش واضح، يمكن أنا اللي ببالغ. ولكن الحقيقة التي يصعب قبولها أحيانا هي أن بعض الناس لا تملك القدرة على الفهم العاطفي، أو لا تملك الوقت للاهتمام بمشاعر الآخرين، أو ببساطة لا تهتم. وقد يكون بعضهم يحبك فعلا ولكن لا يعرف كيف يعبر، أو لا يفهم احتياجاتك، أو لا يراك إلا من خلال الصورة التي رسمها لك في خياله وليس حقيقتك. وهنا يقع الصراع: هل تشرح من جديد أم تنسحب بهدوء؟ هل تحاول إصلاح ما بينكم أم تحمي نفسك بالابتعاد؟ التغيير يبدأ من الداخل. في لحظة ما عليك أن تتوقف عن انتظار أن يفهموك، وأن تبدأ أنت في فهم نفسك. لا أحد في هذه الدنيا مسؤول عن إنقاذك من شعور الضياع سواك. نعم، الاعتراف بذلك مؤلم، ولكن التحرر يبدأ من هذه النقطة. ابدأ في التحدث مع نفسك كما كنت تتمنى أن يتحدثوا معك. احتوي مشاعرك حتى لو بدت تافهة أو غير منطقية للآخرين. كل ما تشعر به حقيقي لأنه صادر من قلبك. ابحث عن مساحتك الآمنة: مكان، شخص، هواية، حتى وإن كانت صغيرة. تلك المساحة اللي تشعرك بأنك موجود، مرئي، مسموع. لا بأس إن لم يفهموك، لن يفهمك الجميع، ولن يستوعب كل من حولك ما تمر به. وهذا لا يعني أنك ضعيف ولا أنك تبالغ، بل يعني فقط أنك مختلف. والمختلف لا يفهم دائما، ولكنه يستحق أن يحتوى. قد يأتي من يفهمك لاحقا وقد لا يأتي، ولكن الأهم أن تفهم نفسك، أن تمنح نفسك ما حرمتك منه الحياة والناس: التفهم والاهتمام والاحتواء.
من يشعر بك حقا لن يحتاج أن تشرح كثيرا، ومن يقدرك فعلا لن ينتظر أن تنهار لتظهر قيمتك. التقدير الحقيقي لا يطلب، والحب الحقيقي لا يحتاج إلى دليل يومي. إن كنت تجبر نفسك على البقاء وسط من لا يرونك فقط لأنك تعودت، فاعلم أن الوحدة في حضن النفس أرحم من الغربة في حضن الناس. ما بعد الضياع؟ الضياع قد يكون نقطة نهاية، ولكنه أيضا يمكن أن يكون بداية. بداية لفهم أعمق للذات، بداية لتشكيل علاقات صحية جديدة، بداية للتصالح مع نفسك بعد سنوات من التنازلات. أبدأ من جديد. لا تخف من الرحيل إن لم يكن المكان يحتويك. لا تخشى التغيير إن كانت الأوضاع تستهلكك فقط. لا تبقى حيث يطفأ نورك. في الختام، أن تكون تائها لا يعني أنك ضائع إلى الأبد. ربما تكون في مرحلة انتقالية تبحث عن ذاتك وسط الضوضاء. فقط لا تتخلى عن نفسك، ولا تسمح لأحد أن يجعلك تشعر بأنك غير مرئي. أنت موجود، أنت مهم، أنت تستحق أن ترى وتسمع وتحب.